جامعة البصرة سارة عمار العبودي، التي تم إنهاء حياتها على يد زميلها بنفس الجامعة الدكتور ضرغام عبد السلام التميمي، شقيق زوجة محافظ البصرة. فما الذي دفع الجاني لإنهاء حياة الفقيدة بتلك الطريقة البشعة؟ أعلنت شرطة البصرة ليلة أمس أنها اعتقلت الجاني بعدما أنهى حياة الفقيدة في منطقة السيبة بأبي الخصيب، ما دفع حافظ البصرة للتدخل شخصياً للتأكيد على أن لا أحد فوق القانون. خلال التحقيق مع الجاني حاول في بداية الأمر إنكار أي صلة له بالفقيدة، لكن بعدما واجهه المحققين بالفيديو المصور من كاميرا المراقبة اعترف بارتكابه الجريمة، وأرجع سبب ذلك لخلافات شخصية بينهما، وقال أنه لم يكن ينوي أبداً إنهاء حياتها. الجاني أكد كذلك أن للفقيدة مكانة خاصة في قلبه، وكان على علاقة طيبة معها. ومن جانب آخر تحدثت بعض المصادر على أن الجاني كان متزوجاً سراً بها، وبعدما هددته بكشف الموضوع قام بقتلها. وفي انتظار كشف الرواية الرسمية نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيدة ويرزق ذويها الصبر والسلوان.